السلام عليكم ومرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير في احسن الاحوال. قبل ما نبداو قصة اليوم نبداو بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تقول صاحبة القصة: انا بنت اللي كبرت في اسره محافظه، بنت اللي كنت الوحيده بنت عند والديا وسط 4 ديال خوتي دراري. في الحقيقه كبرت ما كان خاصني حتى خير معاهم، وحتى من خوتي كانوا حاطيني في عينيهم، وهذا الشيء راجع للتربيه والتوصيات ديال الاب ديالي والام ديالي. كانوا تبارك الله متدينين ومحافظين وكبرونا على القيم ديال الاسلام والدين. وهذا الشيء جعلني انني ملي كنت كنقرا في الاعدادي درت الحجاب الشرعي ديالي. كبرنا وخدموا خوتي وتزوجوا الحمد لله، الا انا اللي بقيت مع الوالد والوالده. وصل عمري 40 عام وما عمري ما تزوجت. هاد المده كامله اللي دازت خطبوني فقط 2 ديال الناس، وما عمر مازال ما جا خطب فيا شي حد اخر. وهاد 2 الناس رفضتهم لان الاول كان كبير، كان في العمر كبير بزاف وفرق السن كبير، وانا ما بغيتش نلوح راسي مع انسان يعني الثقافه العقليه ديالنا مختلفه بزاف، هو في جيل وانا في جيل. والثاني كان تقدم ليا ولكن حتى شي خدمه ما شادها، يعني كان غير شي كيبريكولي، اغلبيه الوقت جالس اكثر ما هو خدام. ورفضتهم بجوج. وانا كنقول هذا الشيء ماشي حيت وصلت 40 عام وكنقول على اساس انهم حتى لو جاوني ورجعوا مثلا مره اخرى غادي نقبلهم، ابدا ما غاديش نتراجع في الوضع ديالي. واخا انني وصلت لهذا السن ما بغيتش نرمي راسي غير هكاك، كما كيقولوا في المثل ديالنا: تبقى صايم صايم وفي الاخر تفطر على بصله. بالدعم ديال والدي اللي كان واقفين بجنبي، وفي الحقيقه ما كان خاصني حتى خير، رغم انها كانت كتجرحني وكتاذيني بزاف هضره ديال الناس. والمشكل ماشي غير الناس، وانما الناس اللي هما قرابين ليك، عائله اللي هم قرابين لك بزاف، على اساس ولاو رجعوا المشكل ماشي غير ليا انا، وانما ولاو كيهضروا ويعمروا راس ماما وراس بابا على اساس ان حجابها هو السبب، ان الحجاب اللي دايره هو اللي جعلها ان حتى شي واحد ما هكا يشوف الجمال ديالها، ما يشوف زعما لا طاي ديالها، هو كان سببها على اساس ان حتى شي واحد ما جا خطبها. وهذا ما كانش حقيقه سبب مقنع، وما عمر بابا ولا ماما راسهم به. حتى لواحد النهار وكنت خارجه مقديه كيف ما العاده المالين الدار، حتى تلاقيت واحد السيد وقفني، كان في العمر تقريبا هكاك بحال 44 45 عام. هضر معايا على اساس انه ناوي الحلال، على اساس انه سولني واش انا مزوجه ولا ما مزوجاش. قلت ليه ما مزوجاش وما عمري ما تزوجت، وطلبني على اساس انني نتعرف عليه هكا باش يجي والديه ويخطبني. قال لي شفتك 2 مرات في السوق، وتاني مره تلاقيتك صدفه وتشجعت على اساس انني نهضر معاك. دار لي تعريف سريع على حياته، على اساس انه هو ديجا مزواج ومطلق، وماشي هكا مشاكل اللي وقع بيناتهم، وانما كان مزوج بمرته اللي ما جابتليش ولاد، وهو الحلم ديالو انه يكون عنده ولادو. قال لي الحمد لله ان اموره ميسوره وخدام خدمه زوينه، وعطاني رقمه على اساس ملي نفكر نرجع ليه باه ولا لا. فعلا ساليت التقضيه ديالي ورجعت للدار. يومين وانا كنفكر كنقول كيفاش هاد السيد اللي سمح في مرته يعني في ابسط الاشياء، كان هو اللي ما كيولدش، راه هي مسكينه صابره عليه، ولكن حيت هي اللي ما كتولدش ها هو سمح فيها في رمشه عين. قلت لي ما فيش الخير في عائلته، شنو غيدير الخير مازال مره اخرى. في الحقيقه في الاول ما عمرتش به راسي وقلت هاد السيد ما صالحش، ولكن بعد تفكير مطول كنقول حتى لين عمري دابا تبارك الله 40 عام، دخلت الربعينات، اشحال مده كاع وانا غنبقى مع والديا. اللهم هكا نتزوج وندير حتى انا داري وندير وليدتي ان شاء الله، نصبر كيف ما كان الحال، وربما هذا يكون فيه الخير. خصوصا ان في حقيقه التعامل ديالو باش كيهضر وهذا كيبان انسان يعني مزيان، طريقه باش كيهضر والهدوء كيبان انسان مرزن. فكرت مزيان وقلت ماشي مشكل نجرب حده وصافي. هضرت مع ماما وقلت لها اش كاين واش كاين، قالت لي ماشي مشكل، الا كان باغي يجي يخطب يجي بدارهم. فعلا صيفط لي ميساج وقلت ليه لحد الان انا قابله، ولكن بغيتكم تنتعرفوا عليكم اكثر،
قال لي ما عندك حتى شي مشكل. حددنا النهار اللي غادي يجيو ويشوفوني، وهكا تكون نيت خطوبه وشوفه شرعيه. جاو وجاب معاه خوتو وباه ومو، يعني وشي وحدين من العائله اللي قرابين ليه. اول نهار كان اللقاء بيناتنا كانت الام ديالو. في الحقيقه ما كانش عجبتني بزاف، لان من اللي دخلات وهي كدير في شي شوفات في شكل ما عجبونيش. شي مرات كنهد راسي وكنقول ربما بنادم هكاك داير، انسان مازال ما تعرفناش عليه ما خاصنيش نحكم عليها. ربما هكاك هي دايره، شحال من واحد كيكون كيدير شي حركه وهو ما عايقش براسو دايرها، ربما شوفاتها عاديين، ربما حيت مازال ما عرفتنيش انا مزيان. المهم درت لها عذر والف عذر، غير انني من بعد دوك الافكار السلبيه من راسي. با تبارك الله كان كيهضر مزيان وهضر مع الوالد وعجبوه في عقله، وحتى ولدهم اللي جاي خطبني تبارك الله كيبان مرزان، والطريقه باش كيهضر كيبان شي واحد انسان مثقف ويعني مزيان. دازت الامور كلشي بخير وعلى خير، وحمدت الله وشكرته على انني الحمد لله غادي نتزوج. ولكن واخا هكاك قلت ضروري خاصني هكا ناخذ شي وقت هكا بعد شويه هكا نتعرف عليه اكثر، لانني ما بغيتش هكا دغيا ندير داك الزواج بالزربه ويصدق يبان في شكل. اللهم زيد نتعرف عليه ونزيد نتعرف شنو كيبغي شنو ما كيبغيش، نتعرف على عائلته، يعني هكا نكتشف اكثر. فعلا قلتها ليه وما كانش رافض، قال لي ماشي مشكل، غير ما نطولوش هكا بزاف وصافي. فعلا داز التعارف ديالنا تقريبا 3 شهور، وكان انسان مثقف وهكا عاطيني قيمه ورفع عليه وجهي قدام الناس. في العياد كان كيجيب لي هكا كادويات كما كيقولوا ديك التفكيره كيقولوا لها في العادات ديالنا، وكتجي هكا همو معاه، مره تجي مره ما يجيش، المهم كان ديما كيسول. وحتى من الادب ديال التسوال ديالو كان هكا فيما كيجي غير يسول فيا يصوني على بابا ويدوزو من التليفون بابا يهضر معايا. من بعد حددنا نهار زواجنا، كان تقريبا بقات سيمانه لعرسنا، وجدنا كل شيء، كرينا القاعه، عيطنا على الناس، درنا الدعوات لكل شيء، العائله كل شيء، حتى من حوايجي انا اللي شريت هكا باش ما نديش هكا بزاف نهار عرسي، قلت على اساس نشري ونصيفطهم داري اللي فين غادي نسكن. داكشي اللي درت، عيطت على خطيبي وقلت ليه شوف، لان نهار عرسنا كنا غنديروا عقد وعرس، قلت ليه هما حوايجي ديهم للدار هكا باش ما نتقلوش بهم نهار العرس. وديك السيمانه اللي بقات قلت هكا نتهلا في راسي الماسكات، المهم كلشي اللي كيلزم ديالي، يعني التهليه الشخصيه ديالي. حتى لواحد النهار وانا جالسه شويه كيجيني اتصال من نمره ما كنعرفهاش، ملي جاوبت كنلقاها امو اللي هي عجوزتي غادي تكون. هضرت معاها كي دايره لاباس عليك كي دايره بنتي. انا تعجبت في الحقيقه حيت كانت اول مره تهضر معايا في التليفون وما موافاش ليها انها حتى التليفون تسول فيا. كانت هكا غير مره الا كانت جات مع ولدها ايامات العيد صافي، اما تسول ما عمري هكا وجه لوجه ولا هكا نسمعها ولا نهضر انا معاها في التليفون، ما كنتش كنهضر معاها في التليفون. بقات عليا شوفه بنتي انت كنعتبرك اكثر من بنتي وانت عزيزه عليا، وانا كنتسنى غير ديك اللحظه شنو باغا تقول اشنو تحت راسها. قالت لي شوفي ما نكذبش عليك، وقبل ما نديرو في الطاجين ما يتحرق انا بغيت نقول لك اش كاين باش هكا ما يكونش مشاكل من بعد. قلت لها غير قولي اش كاين. قالت لي عقلتي نهار جينا نشوفك اول مره؟ قلت لها قالت لي انا ما كنتش عاجبني انا الحال وما كنتش راضيه عليك على اساس انك تكوني مرت ولدي. قلت لها علاش؟ قالت لها راك انت باينه وراه تشوفي راسك وغتجاوبي راسك. قلت لها كيفاش اش بغيتي زعما تقولي؟ قالت لي انت راه تبارك الله راه دخلتي ربعينات وولدي طلق المره الاولى على وديت الولاد، وانت يا دابا حتى النسبه انك باش تولدي نسبه قليله بزاف وتقدر انها كاع تكون منعدمه. علاش غادي تزوجي وتعذبي ولدي ومن بعد عاودني يطلقك لانك ما غتجيبيش الولاد؟ اللهم تخليه بعيد. انا نهار الاول ملي جا قالها ليا وقال لي لقيت بنت الناس انا حسبتها انها تكون صغيره هكا تقدر انها تولد ليه من بعد، ولكن تفاجأت نهار جيت معاه جيت لداركم كنلقاك انك وصلتي 40 عام، يعني كبيره وما صرحاش ليه. انا ديك الساعه تعصبت، قلت لها شوفي خالتي ياك ما كيحسبك انا ما عنديش كرامه، الا ما كنتيش باغاني من دابا انا ما عندي حتى شي مشكل. قلت لها شوفي صوني على ولدك وقول ليه الدفش ديالي عاودي يصيفطوا ليا والله يعاوننا يعاونو،
انا ما بقيتش باغا نتزوج. فعلا داكشي اللي كان. هضرت مع ولدها وبان لي على اساس انها متحكمه فيه بزاف. هو حتى بالتليفون باش يصوني عليا خسر عليا سمحي لي وصافي. خلوني حتى بقات سيمانه لعرسي، وفي الاخر عاود جاو يقولوا لي هاد الحقيقه اللي هما كانوا عارفينها من قبل. هضرت مع ماما وهضرت مع بابا وقلت لهم كل شيء. في الحقيقه ما عجبهمش الحال في الاول، ولكن من بعد قالت لي ماما شوفي فيها خير، ما حدنا ما درناش الطاجين ما يتحرق، هكا بعدتي عليه قبل ما تزوجي به. تخيلي دابا كون كانت هذه عكوزتك ومشيتي سكنتي معها، كيفاش كانت غادي تعاملك؟ باينه انسانه ماشي محترمه، وكنتي غير غادي تعذبي معاهم وصافي. ديك الساعه انولينا كل شيء، انولينا العراضه وخبرنا العائله على اساس انه ما بقات حتى شي حاجه. والمشكل ماشي وقف هنايا، كان المشكل ماشي هو اننا صافي وقفنا العرس وما بقاش شي حاجه انني غادي نتزوج، وانما اللي ظهرني وجرحني بزاف من الناس اللي قرابين ليا. العائله كلهم ولاو كيهضروا عليا، ولات حكايتي على كل فم في الحي، كل شيء فما اللي جا كيهضر عليا على اساس انه باين لقى فيها شي حاجه، هذاك شي زواجها ترفض وانه رفضها انه يتزوج بها، وبين انها مشكل وكيقولون على اساس انها دخلت سوق راسها، وهالمشكل كل ما كانش بان فيها شي مشكل ما كانتش على اساس انها غادي صافي تانيولي العرس ديالها. كره تزوجني بها هو، ولكن هو سمح فيها في اخر لحظه، يعني باينه كاينه شي حاجه. ولكن والدي وقفوا معايا وقفه مزيانه، كانوا كيقولوا لي ما ديهاش على هضره الناس، خليهم راه كيغتابوك وكيجبدوا شي حوايج ما فيكش انت، وبالتالي انت اللي رابحه، انت اللي كتجمعي من حسنات مع هاد الناس كامل اللي كيهضروا فيك. هذه هي اللي كانت كتخلي راسي مرفوع، وكنقول الحمد لله كيف ما كان الحال، ربي عارف فين الخير فين كاين واختار لي الخير فين كاين. كون كان فيه نيت الخير هذا الراجل كون راه سهلوا عليا، ولكن ربي بغاني نبعد عليه لانه ربما ماشي من المستوى ديالنا وماشي من القيمه ديال الدين اللي بغينا انسان متدين متخلق اللي غادي يتهلا فيا من بعد. لدرجه ان اتصلت الرحم قطعناها مع الناس وقطعناها مع العائله، هكا غير باش ما يبقاش يجبدوا لنا المواضيع، ونفس الموضوع كيتكرر. اللي صونا كيسول ضروري خاصو يسول في الموضوع ديالي. بابا وماما في حقيقه عياو من هذا الشيء، عياو انهم ما يقطعوا منهم على اساس انهم ما يبقاو يصونوا على حد، ما يسولوا على حد غير على وديتي انا باش يبعدوني عن المشاكل، وهكا انا نقدر ننسى الموضوع. فكر بابا حتى عيا، وفي الاخر جات واحد الفكره، قال لي يا بنتي شوفي علاش هكا، ربي فيها خير، هكا نصوبك وريقاتك ونمشيو انا وياك عمره ويكون خير ان شاء الله. قلت ليه هي هذه فكره زوينه، فعلا كانت فكره زوينه على اساس انني نبعد من المدينه اللي انا فيها، صافي نخرج من داك المجتمع اللي ما بغاوش يسكتوا عليا، وصافي بدلوا على الموضوع من جديد. ماشي انا اول وحده اللي غادي نانيلي العرس ديالي. رحبت بالفكره مزيان وقلت ليه ماشي مشكل. بابا صايب لي الوراق ومشينا انا وياه عمره. ما تخيلوش ملي شتك نهار اول مره شفت الكعبه نسيت الدنيا وما فيها، حسيت براسي انني فوق السحاب، حسيت براسي انني نسيت كل شيء، وانني مع بابا وليت انني بحال شي طفله صغيره. درنا العمره والحمد لله. ديك الساعه ملي ساليناها كانت قريبه المغرب، وقلت لبابا هكا خلينا نصليو بعد المغرب والعشاء عاد نمشيو نرتاحوا في لوطيل. قال لي ماشي مشكله بنتي، ديري اللي بغيتي ما عليكش. بابا مشى لجهه الرجال يصلي، وانا بطبيعه الحال جيت العيالات باش نصلي. صلينا المغرب وجلست كندعي الله سبحانه وتعالى، ونط كنصلي ركعات لله سبحانه وتعالى، وديك صلاتي كلها وانا كنصلي وانا كنبكي، لدرجه انني ملي كنستوعب راسي انني كنبكي كنشكي همي لله سبحانه وتعالى على اساس هاد الظلم اللي انا فيه، وعلاش انا ما نفرحش بحال الناس، وعلاش هاد الشيء كيوقع ليا. بكيت في الحقيقه، بكيت بين رحمه الله سبحانه وتعالى، وانا كندعي وندعي وندعي ان الله ييسر لي اموري ويفرحني ويبشرني بشي فرحه قريبه. كل ما استوعبت انني كنبكي عاد ما كنزيد نشحق ونزيد نبكي. كانت ديك الساعه حدايا وانا كنت كنصلي دوك الركعات ملي سالينا المغرب، كانت حدايا واحد المراه كبيره ملي سالت هي صلاه المغرب هزت القران وكتقرا، كانوا معاها جوج بنيتات ومعاها واحد المراه باينه على اساس انها المساعده ديالهم، كانت كتقرا القران وانا كنصلي وكنبكي، لدرجه انني ملي ساليت صلاتي
سدات هي قرانها ودارت عندي، قالت لي ما كبنتي، ما كاين حتى شي حاجه في هاد الدنيا اللي تخلينا نبكيو بحال هكا، حنا غير عابري سبيل، وان شاء الله خاصنا نعملوا الاخره ديالنا اكثر ما في الدنيا، وما كاين شي واحد اللي غادي اللي اذاك ولا جرحك ولا هذا، اش كيهمك الله سبحانه وتعالى، والحزنك ديال الله سبحانه وتعالى. وكما كيقول كما كتقول الايه، ان مع العسر يسرا، ان شاء الله يفرجها عليك. هي بقات كتهضر معايا وانا عازه بكايه وليت كنبكي لدرجه انني وليت كنبكي بالصوت. هي ملي شافتني في ديك الحاله شدتني وعنقاتني وقالت لي بنتي الله يهديك، راه ما كاينش شي حاجه علاش نبكيو في هاد الدنيا. قالت لي الا عندك شي حاجه وبغيتي تقوليها ليا عاودي لي اش وقع لك، اشنو كاين. انا ديك الساعه جلست وبقيت كنعاود ليها، كنقول لي على الظلم وهذا الشيء اللي وقع ليا، وعلى اساس انني ما عمري ما تزوجت وما عمرو ما جا خطب فيا شي حد، والعائله اش كيقولوا هذا الشيء كله على اساس انني حيت درت الحجاب صغيره، ردوا السبب هو هذا. قلت لي ابدا يا بنتي، ما عمر التقرب منك الله سبحانه وتعالى غيكون لك اذى لك ابدا، بالعكس غتكون حمايه لك نتيا. عاودت لي على السيد اللي جا خطبني وامو اللي دارت فيا ديك الفضيحه، وردتني على اساس انني دمرت عليا، على اساس انني ما بقيتش غادي نولد وانني صافي كبرت في العمر. قالت لي شوف يا بنتي، ما عمرك ما تعمري راسك بهضره الناس، كله عنده لسانه وكلها غادي يتاجر على داكشي اللي قال. شوف يا بنتي، شويه ومات ليا بيديها على البنت الصغيره اللي كانت معاها. قالت لي شتي ديك البنيته الصغيره؟ قلت لها ايه، شكون هي فيهم؟ قالت لي شوفي البنت الصغيره. قلت لها مالها؟ قالت لي فراسك انها قوه منك دابا. قلت لها كيفاش قوه مني؟ وبدات كتعاود لي قصه البنت، عاودت لي قصه البنت، وديك الساعه حسيت بان قلبي تفش عليا شويه. راكم عارفين شي حد كيعاود لكم همو صافي كيخفف همك، كتقول راه ماشي غير بوحدي. فعلا ملي عاودت لي القصه على اساس ان البنت الصغيره هي واختها خواتات، وهذيك جداهم، والاخرى اللي معاهم مساعده ديالهم. البنت كانت توفات الام ديالهم في الولاده ديال البنت الصغيره، هذه عامين باش توفات الام وبقات البنت. قالت لها في نظرك كيفاش غيكون الاحساس ديال هاد البنت اللي غادي تكبر وما عمرها ما شافت الام ديالها، ما عمرها ما حلمت بداك الحنان والعطف ديال الام ديالها والحضن اللي غتعيش فيه. نقولوا البنت الصغيره الكبيره اللي عندها 5 سنين بعد عاشت مع امها واحد 3 سنين، ولكن البنت الصغيره لا رضاعه لا شافت امها لا الحضن ديالها لا العطف ديالها. لهذا خليك قويه، الله سبحانه وتعالى كل حاجه حط فيها الحكمه، وما عمرك ما تقولي بحال هكا. حسيت بواحد الراحه ديك الساعه وهي كتهضر معايا، ارتحيت وكنقول الحمد لله. قالت لي بقيت تقولي استغفر الله الحمد لله. حسيت بالله بقلبي انه صافي تفتح لي قلبي، وحسيت بواحد الراحه ما حسيتش بها قبل. جلست وانا حداها وهي كتهضر، وشويه وهي تقول لي الا قلت لك دابا واحد الحاجه غادي تقبلي؟ قلت لها وما هي؟ شنو هي؟ انتي دابا الا جا اي واحد غادي يخطبك واش بغيتي تزوجي؟ واش غير الزواج اللي دار لك لهاد الحاله اللي وصلك لهاد الحاله؟ انا بقيت ساكته وكنشوف واش غادي تقول. قلت لها ما فهمتكش. قالت لي لا بنتي، انا دابا الا خطبك شي حد واش غادي تقبلي؟ قلت لها ايه، الا كان انسان متدين متخلق هذا هو الاساس، وحتى انا كنحلم انني نكون ام ويكون عندي وليدات. قالت لي وشوفي، انا نبشرك ان الاب ديال هاد 2 بنيتات كيقلب على مرا اللي تحضر ليه بناته وتعتبرهم بحال بناتها. ولدي من نهار ما تمرته هو مكتئب، ولكن ضروريات على اساس ان بناته محتاجين ام اللي تحضنهم، تزوج واحد البنت من العائله، ولكن ما عمرها ما عاملتهم مزيان لانها حتى هي باقا صغيره وبغات تهلا في راسها، كانت ديما منخلاهم. وهو دابا حاليا راه كيقلب على مرا تكون بعقلها هكا، تكون كبيره شويه في السن وتقدر انها تحضن ولاد بناته. الا كنتي قابله انا نخطبك لولدي. ايوا ما تخيلوش ديك الساعه ملي قالت عليا تصدمت وبقيت غير كنشوف فيها، اما وجهي ولاو فيه ماشي غير لون،
ولو فيه الوان والوان. ما عرفتش شنو غادي نقول لها، بقيت ساكته وعاودت لي نفس السؤال، وقلت لها الا كان فيه الخير ايه، علاش لا؟ قالت لي الا كنتي قابله على اساس انني نهضر معاه، ونهضر معاه هنايا وسط المسجد باش تسمعي بودنيك. الا كنتي قابله به انا غنوريك تصويرته ونهضر معاه. هي ديك الساعه بدون شعور بقات كتعاود لي عليه على اساس انه تاجر كبير ديال الذهب وانهم لاباس عليهم، وهاد المساعده اللي معاها خاصه غير بالبنات هكا تبعاهم. اما المساعده الاخرى عندهم مساعده اخرى خاصه بالطبخ. وبينات لي على اساس ان راجلها ان ولدها ما باغيش مراه هكا غير على اساس انها الطبخ ولا الدار، ولا فقط انها تقابل لي بناته وتعطيهم داك الحنان ديال الام. كان هذا هو الطلب ديالو فقط. فعلا قلت لها انا قابله، وراني تصويرته. جبت تليفونها وراتني التصويره، وما شفتو ديك الساعه ما شاء الله كان وسيم، كيبان انسان مع بعقله، كيبان انه مرزان، وبين على اساس انه تبارك الله بعقله وبزاف. قلت لها صافي صوني عليه. بدات كتضحك وابتسمت معايا. قالت لي انا دابا غنصوني عليه. هضرت مع ولدها وانا كنسمع، وقالت لي شوف ولدي، راه لقيت لك واحد الجوهره ما كاينش بالثمن ديالها، ما عندكش الثمن. واحد بنت الناس اللي غدير بناتك في عينيها، انسانه متخلقه متادبه ومتدينه. لقيت لك عروستك وسط المسجد ديال مكه. انا هي كتمدحني وانا كيتبدلوني في الالوان بحال جالس قدامي وانا كنشوف فيه. وفي الاخر جاوبها قال لها شوفي يا الوالده، الا عجبتك انتي حتى انا عجباني. قطعت معاه التليفون وقالت لي انتي سمعتي على ودنك، دابا الا ممكن انك تعطينا التليفون ديال الوالد ديالك. انا ديك الساعه قلت لها والد ديالي حتى هو راه هو اللي جا معايا للعمره وكاين معايا، ان شاء الله نصليو العشاء ونعطيك التليفون هكا عطيه لولدك على اساس انه يهضر معاه. فعلا سالينا العشاء ومشيت تلاقيت الوالد. ملي تلاقيته لقيت الخبر في راسو وصلوا، وهو معجب وكيقول لي كي درتي لها، واش انتي دخلتي المسجد ولا مشيتي تزوجي؟ انا بقيت كنضحك، ضحكت وابتسمت من قلبي. قلت لهم ما تعرفه بابا يكون فيها خير. قال لي ان شاء الله ان شاء الله يكون خير. وانا بالضحك ديالي والمزاح ديالي قلت لي بينا بابا جبتيني معك العمره وبينا غترجع بوحدك، انا غنولي عروسه بلا باليزه، غنولي عروسه بلا باليزه، صافي غادي نتزوج هنايا. دوزنا ديك المده وكان تواصل بيناتنا. الوالد كان كيتواصل مع السيد اللي بغى يخطبني، والام ديالو كانت كتواصل معايا، بقى تواصل بيناتنا. سالينا المده ومشيت رجعت لبلادي. حددنا واحد النهار على اساس انه باش يجي هكا باش نتعرفوا عليه قريب، وهكا نوجدوا داكشي اللي غيكون في العرس ان شاء الله. هاد المراسم كلهم اللي دوزنا درناهم في السر. بابا وماما قالوا لنا على اساس ان ما نخبروا حتى شي واحد، يبقى الخبر وسط الدار، حتى من العائله القريبه، لا خوالي لا خوالاتي لا عماماتي لا عمومي، حتى واحد ما يعرف، حتى نعرضهم ان شاء الله العرس. وداكشي اللي كان جا السيد وتفاهمنا على كل شيء، خصوصا انني فرضت عليهم على اساس انني يكون العرس هنا في بلادي. كنت هضرت مع حماتي وقلت لها راكي عارفه قصتي، انا بغيت نفقس العديان ونفقسهم على هذاك الشيء كله اللي داروا ليا وطيحوا بقيمتي وبكرامتي. بغيت نرجع قيمتي كيف ما كانت. قالت لي داك الشيء اللي يكون اللي بغيتي يا بنتي يكون ليك، ما عندكش مشكل، فرحتك انت الاولى وما عنديش اشكاليه تفرحي بها. داكشي اللي كان. كرينا واحد القاعه غاليه كانوا كيكروها في المدينه تما غير لاباس عليهم، وجدنا كلشي تبارك الله كلشي مقاد مصايب، حتى بدينا نفرقوا الدعوات ديال العرس. كلشي تعجب كيفاش انا غادي نتزوج وكيفاش ما خبرتهمش. ملي جاو وحضروا القاعه كلشي تعجب، وملي جاو شافوا عائله العريس والعريس شكون وعرفوا شكون كانوا تصدموا. كيفاش هادي تدبرات على هذا لاباس عليه وتاجر ديال الذهب، وكيبان هادشي اللي كان دار كلشي بخير وعلى خير، كلشي مزيان، وكلشي كيبان انه لاباس عليه خدمه مزيانه، وتبارك الله عنده الخير والخمير، وغتخرج على برا، يعني ما غنبقاش تما في البلاد. كلشي تعجب.
انا ديك الساعه الفرحه ديالي فرحانه، ماشي عرضتهم على اساس انني حبا فيهم، وانما باش نبين لهم بان مشيئه الله ملي كيبغيها تكون، كيقول كل حاجه كن فيكون. ماشي ضروري اي حاجه بعدها علينا الله على اساس حنا اللي فينا الضيفو. كنت كنحس بهم ديك الساعه بالغيظ وسط العرس ديالي، والحسد ديالهم خارج من عينيهم، وانا في القمه ديال السعاده ديالي. وحتى من حماتي مسكينه ضحكتني في العرس، خصوصا انها عارفه القصه ديالي مع العائله. شدات واحد السله كبيره ديال الورد هي وبناتها، وانا ديك الساعه هابطه انا وراجلي من الدروج، وهي كترموا لنا الورد من تحت رجلينا. كلشي شاف العجوزه كيفاش عاجبها الحال وفرحانه بولدها وفرحانه بمرت ولدها. تزوجنا الحمد لله وسافرنا، ومن بعد جمعت حوايجي ومشيت لبلاد راجلي. ما تخيلوش الفيلا اللي كانت عنده تبارك الله دار ما عمري ما كنت كنحلم بها. بناتو استقبلوني بحال انا كنت كنعرفهم شحال هادي. في الحقيقه كنت كنبغيهم اكثر ما كنبغي يكون ولد شي وحدين اخرين، ربما يمكن ما عمري ما كنت غنبغي ولادي اكثر ما كنت كنبغي انا بناتو. تعلقوا بيا بزاف وتعلقات بيا الام ديالو، والحمد لله حتى يدي ما كنتش كنديرها في الماء. كانوا عندهم مساعدات وكانوا زايدهم مساعده اخرى هكا اللي زاد تعاونني في البنات. راجلي عجبو الحال بزاف، خصوصا بان شافوا البنات تقربوا ليا ونفسيتهم تبدلات وتحسنات اكثر من اللي هي كانت. كانوا كيعتبروني بحال امهم، وكان هذا هو المبتغى ديالو، ان يشوف بناته كيكبروا فرحانين معاه قدامه. اما العجوزه ما عمرها ما حسيت بها بحال العجوزه، كانت اكثر من ماما ولا بحال ماما قيمه ماما. كنقول سبحان الله، ربي بعدني على عجوزه اللي جرحاتني واداتني واتهمتني في شرفي وفي كرامتي وتنمرت عليا من الفوق. العجوزه كتقيل انها تعنق فيا، وكل صباح النوض تعنقني وتبوسني. كانت حنينه فيا بزاف، وحنا الحنانه اللي كانت كتعطيني كنت كندوزها لحفادها بغيتهم بزاف وتعلقت بيهم. عشنا حياتنا بخير وعلى خير، واحد الفرحه السعاده ربي عوضني. كان كيخبي لي هادشي في حقيقه شي حوايج اللي دهشوني. كنقول سبحان الله العظيم، فرمشة عين الله سبحانه وتعالى جاب لي داكشي اللي كنت كنتمناه اكثر. دازت المده تقريبا عامين وانا معاهم. من بعد ولات كان هكا الدوره الشهريه ولات كتعطل عليا. انا قلت غالبا يعني صافي السن ديالها هي دي فاش كتمشي مره حتى واحد المره ومشات ليا مده 4 شهور. قلتها راجلي وقال لي علاش ما تمشيش تاكدي هكا مع الطبيبه يكون حسن. مشيت على اساس ندوز وربما يكون عندي مشكل في الهرمونات، ولكن كنت تفاجئ على اساس انها كتقول لي مبروك عليك. قلت لها شنو اللي مبروك؟ قالت لي مبروك الوليدات. قلت لها شنو الوليدات؟ انا عندي 2 بنات ماشي بناتي، غير بنات راجلي وراهم اكثر من بناتي. قالت لي لا مبروك عليك، عندك 2 توام، عندك وليد وبنيته. انا ما تصورش الفرحه ديالي، ما تصورش كيفاش فرحت، طرت بالفرحه. قلت واش هادشي اللي كتقولي بصح؟ قالت لي ودابا راكي حامله ب4 شهور. خبرت عائله راجلي وطاروا بالفرحه حتى هما. اما بنات راجلي علمتهم على اساس انهم جايين خوتهم بنت وولد. كانت الفرحه ديالي فوق الطاقه، ما تخيلوش فرحتي. من بعد في الحمل ديالي كان شويه صعيب بالتوام، وهكا واحد المره كان جات ماما عندي زياره، كانت كتعاود لي هكا الخبارات، ماشي من غيبه من جهه الغيبه، وانما هكا غير كتعاود لي خبارات على العائله وهذا. من بعد قالت لي على اساس ان السيد اللي كان خاطبني قبل كان تزوج ب2 من بعد مورايا، وحتى وحده ما ولدات ليه، طلقهم عاوتاني. امو قالت لي خاصك تلقى وحده اخرى اللي تزوج بها. قال لها انا ما بقاش هكا غنضيع بنات الناس، ما يمكنش. ومشى دوز هو راسو، ومن بعد اكتشف على اساس انه هو اللي فيه الضيفو. دوك بنات الناس كاملين اللي طلق، وحتى مني انا ما كانش مني الضيفو، وحتى مرته الاولى اللي كان ظلمها ما كانش من الضيفو، كان فيه هو اللي فيه الضيفو. ربي كيبغي الخير بزاف، وما عمرك ما تفقد الامل في الله سبحانه وتعالى. حط ثقتك بالله سبحانه وتعالى وربي غادي يجازيك. هذه كانت قصتنا، وخليتكم على خير.